حتى كوريين كانوا هنا 1400 أهل قبل هم كانوا يخربون والله. هسه اسمع، هاي كهوف بالجبال وناس عاشت بيها، مو سياحة، لا هنا أنا عاشت حياة كاملة. هاي كهوف الطار، كهوف محفورة بالصخر كأنها شقق بس قديمة، بيها غرف وممرات وفتحات تهوية. الناس استخدموها من زمان حتى يهربون من الحروب أو من الحر أو يمكن حتى من الضرائب. الأغرب مكانها عالي، تشوف من فوق كل المنطقة، يعني إذا جاك عدو تشوفه قبل لا يشوفك بساعة. من يعرف هاي الكتابات شنو يا اخوان؟ بولال، تادفو، لونز، عيال هاي باعوا. حتى كوريين كانوا هنا أهل قبل هم كانوا يخربون والله. شلون جماعتنا هسه بهالوقت؟ احمد يحب زهراء. تحس اللي بناها كان يفكر الأمان أولا والباقي لاحقا. كنيسة القيصر عمرها أكثر من 1400 سنة وساير مكانها بنص الصحراء. انبنت بزمن المسيحية الأولى بالعراق، قبل الإسلام وقبل ما أكو شوارع وحتى قبل ما ينزل جوجل ماب. يعني الناس كانوا يوصلون هنا بدون سيارات، بس على مود إنه عندهم إيمان قوي. الكنيسة بقضاء عين التمر غرب محافظة كربلاء، والمكان الأثري هذا مليان قبور ومخلفات حروب. فإذا تريد تشوف مكان بدون قصور بدون خلفاء لازم تفكر وتجي تشوف كنيسة القيصر، ترى تستاهل. عرفون هذا المكان أغلب الناس تمر عليه وما يعرفون قصته. الغريب هذا المكان هادئ بشكل يخليك تفصل عن الدنيا. كانوا ينامون هنا التجار والمسافرين والحجاج، وكانت هنا تمر قوافل كاملة. هذا المكان عمره أكثر من 200 سنة. يا ترى شنو هذا المكان؟ هذا خان النخيلة، واحد من أقدم الأماكن التاريخية الموجودة بالعراق. الناس كانوا يجون هنا يحتمون من الحر، برد، السرقة. أكثر شي شدني الهدوء هنا، ماكو لا صوت سيارات ولا صوت أي شي، بس صوت هواء وصوت حركة أقدامي. الهدوء خيالي. تبقى أماكن مثل هاي تذكرك إنه مو كل شيء جديد أحسن. تحس الجدران بعدها ما خلصت حكي، بس ما حد جاي يسمعها. على هاي المنصات كانوا ينامون، هنا كانوا يشعلون نار ويتدفون، وهنا كانوا يخلون يمكن فوانيسهم، ومن هذا البير كانوا يسحبون مي. وعلى هاي المنصة يمكن كانوا يفتحون أسواق ويبيعون أغراضهم هنا. شكر الدائرة آثار كربلاء لموافقتهم على مود أصور هذا الفيديو. جاهزين؟ يلا لايك ومتابعة. صيحوا ايش فيكم؟ لايك ومتابعة اخوان.